أيضا جزء من تشخيص الأوضاع إن هذه المظاهرات تم تنظيمها عبر تطبيق ديسكورد، اللي هو موقع خاص بالألعاب، وهذا الموقع الشباب المراهق بيتجمع فيه وبيدخلوا في ألعاب إلكترونية، وفي داخل هذه الألعاب الإلكترونية يتحدثون مع بعضهم البعض، فاتفقوا على التظاهر. من الملاحظ أنهم اختاروا يوم السبت والأحد للمظاهرات. يوم السبت اللي هو أجازة اليهود، ويوم الأحد إجازة المسيحيين. طب يوم الجمعة إجازة المسلمين، يعني المفروض أن المظاهرات تخرج من مساجد المسلمين. الشعب المغربي شعب مسلم، وهذا الشعب هم أحفاد المرابطين وأحفاد طارق بن زياد وأحفاد يوسف بن تاشفين. وأنا يعني كنت أتمنى أن أحمل الجنسية المغربية، وأنا حفيد يوسف بن تاشفين وحفيد المرابطين وحفيد طارق بن زياد، هؤلاء الفاتحين الإسلاميين العظام. يعني الشعب المغربي المسلم هو الذي دافع عن العالم الإسلامي 1400 سنة تجاه الغرب، يعني حمل البوابة الغربية 1400 سنة. هذا الشعب المسلم العظيم شعب عظيم جدا، فيعني الشعب المغربي فوق رؤوسنا. فهذا الشعب هل المفروض لما يخرج في مظاهرات يخرج نحن كمسلمين يوم الجمعة الناس تتجمع في المساجد لأداء الصلاة؟ للأسف الشديد أن الباطنية في المغرب منعت المسلمين من أن يكون يوم الجمعة عطلة، وهذه مهزلة. كيف بلد مسلم يكون الأجازة فيها يوم السبت عطلة اليهود ويوم الأحد عطلة المسيحيين؟